في الفترة اللي فاتت أفلام كتيرة نزلت وحاجات كتيرة اتغيرت. أهم حاجة حصلت الفترة اللي فاتت إن إحنا خلصنا من تويلايت بعد 5 أفلام وحيحنة وتسبيل وفامبايرز بتلمع لما بتنزل في الشمس، وإثبات إن بعد 5 أفلام البني آدم مهما علمت في المتبلم هيصبح ناسي. كريستين ستيوارت عندها نفس الإكسبريشن لمدة 5 سنين، التتنيح. تويلايت بريكنج دون بارت 2، الكتاب كان 500-700 صفحه تقريبا، عصروه على جزئين علشان يطلعوا منه كل حاجه، علشان طبعا فتيات ال 15 سنه يستمتعوا لسنين وسنين لقدام. غير كده بدأنا بعد كده الأوسكار سيزون كان عندنا 9 أفلام مترشحين، كان واحد من أهمهم كان لايف اوف باي. أنج لي مخرج بروك باك ماونتن رجع تاني اقتبس واحد من أصعب الكتب اللي كانت ممكن تتعمل. كان مركز على الشخصية، عن البني آدم ازاي بيتعذب أو ازاي يبقى في موقف زي دوت، الموضوع مش سهل. بس أنج لي في الآخر كسب أحسن مخرج ليه. حاجة تانية يكسبها كان أحسن تصوير. الفيلم كان كله متصور في تانك ميه بمركبه بالوادي الهندي، مفيش اي حاجه تانية، كل حاجه تانية كانت جرافيكس. كل حاجه موجوده حواليه من ميه من سماء من الحوت، كل حاجه كلها كانت جرافيكس، مش في اي نوع من التصوير. على الناحيه التانية كان في سكاي فول، روجر ديكنز ترشح اكتر من مره، وسكاي فول صور مشهد خناقه كله في الضلمه اخذ على قفاه. واحد برضو من اهم افلام الاوسكار كان لي ميزيرابل، اقتباس لي ميزيرابل المسرحيه الغنائيه، 2.5 ساعة من الغنى المتواصل، كأن حد ماسكك على دماغك وبيرقع فيها. 2.5 ساعة، 4 جمل بس بيتنطقوا كلام عادي زي ما انا بتكلم، الباقي كله بيغنوا. من الحاجات الصعبة في الفيلم ان هو ما سجلش الحاجات في الاستوديو، خلى الناس تغني لايف، بس عشان يورينا ان هم بيغنوا لايف. 3/4 الفيلم كان كلوز اب، طول ما انت قاعد في حنجرتهم وشايف مشاعرهم وشايف الدمعه بتفر من عينيهم، شايف مناخيرها وهي بتعرف شعرها بيعمل معرفش ايه. على بعد 2.5 ساعة من الغنى الموضوع بيبقى لبان بطن سنه. بس على الناحيه الثانيه ان هاثاواي اخذت اول اوسكار ليها لاحسن ممثله مساعده، هي طلعت ربع ساعه، هي كانت احسن حاجه في الفيلم. حتى في اخر الفيلم لما هي بتطلع سنه كده تحس ببريق امل بعد اللي حصل فيك لمده 2.5 ساعة. اللي كسب احسن فيلم السنه دي كان ارجو، فيلم من اخراج بن افلك، تاني اوسكار ليه وثالث فيلم ليه يخرجه. الفيلم كان ممسوك كويس جدا من ناحيه الاخراج، من ناحيه الكتابه. بن افلك باين ان هو ممكن يتغير مع الوقت، ورحمنا من ايام جينيفر لوبيز ودخلنا في ايام جينيفر جارنر. نيجي الفيلمين بيدوا احساس بفشل رهيب، سيلفر لاينينجز بلاي بوك وبيس اوف ذا ساذرن وايلد. ليه بنحس بفشل؟ علشان سيلفر لاينينجز بلاي بوك جينيفر لورنس اخذت اول اوسكار ليها وهي عندها 22 سنه، وكونزيفاني بتاعت بيس اوف ذا ساذرن وايلد ترشحت وهي عندها 9 سنين. بعيد عن افلام الاوسكار عندنا ذا هوبيت كان يعتبر جزء جديد ليه علاقه بسلسله لورد اوف ذا رينجز. لورد اوف ذا رينجز كانوا 3 كتب كبار جدا، ذا هوبيت كان كتاب واحد. لورد اوف ذا رينجز كانوا 3 افلام، ذا هوبيت كتاب واحد بقى 3 افلام. دي مشكله صغيره جدا لان هو الكتاب كله 200 صفحه وكان موجه للاطفال، فهو ما فيهوش كلكعه كتير، بس المخرج قرر ان هو يعصره هو كمان، وده اللي خلى ناس كتير تحس ان الفيلم ممطوط. هو المخرج لما ابتدى كان عايز يعمل فيلمين، وبعد كده في نص الفيلمين حس انه عايز يعمل 3، ويمكن بعد سنه عاوز يعمل 4. وهوليوود كملت في تقلعتها الجديده بعد افلام الكوميكس اللي احنا عندنا 5 منهم كل سنه. دلوقتي عندنا الافلام اللي متاخده من قصص الاطفال او الفيري تيلز. ابتدينا بأليس ان وندرلاند، وبعد كده بقى عندنا سنو وايت اند ذا هانتسمان. السنه دي اخذنا هانسل اند جريتل، جاك ذا جاينت سلاير، واز ذا جريت اند باورفul. الافلام دي عاده بتعتمد على 4 حاجات: الجرافيكس، ممثلين كبار، مخرجين كبار، وال3 دي اللي ملوش 3 لازمه وما بيزودش اي حاجه غير سعر التذكره. في ال3 افلام دولت كل واحد فيهم يا اما بياخد القصه من قبل ما احنا شفنا او بعد ما الاحداث اللي احنا عارفينها، او يحكي القصه بطريقه جديده خالص، ما بيزودوش اي حاجه، بيبوظوها ساعات وما بتطلعش بقى حاجه منها. ولسه عندنا فيلمين كمان على الاقل. سليبنج بيوتي هناخدها من وجهه نظر الساحره الشريره بس بانجلينا جولي، وعندنا سندريلا مرات ابوها هتبقى كيت بلانشيت. يمكن يبقوا احسن، يمكن يبقوا اسوأ، محدش يعرف.
ابتدينا مستنيين. غير كده في الفتره اللي فاتت نزل 2 من احسن افلام الرعب. كان في ايفل ديد، اعاده الفيلم القديم جدا في الثمانينات، بس كان واحد من احسن الاعادات اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت. والفيلم الثاني كان مامام، فيلم متاخد من فيلم رعب مدته ما تزيدش عن 3 دقائق. كان هدفه ان هو يقطع خلف الناس عشان تحديد الناس، وكبروه علشان يعملوا فيلم اطول سنه بنفس الهدف. ومن اخر حاجات اللي نزلت كان ايرون مان 3. الفيلم كان مختلف، الفيلم ما ركزش على الاكشن والجرافيكس والحاجات دي، بس ركز ان توني ستارك كبني ادم ازاي اختلف من اول فيلم لغايه اخر فيلم، بما فيها اللي حصل في افنجرز. ايرون مان 3 يثبت ان مارفل بقى عندها فورمولا جيده جدا ان هي تاخد اي واحد من الشخصيات بتوعها وتعمله واحد من انجح الافلام اللي بتنزل في السنه اللي هو بينزل فيها.